كثيرون تغنوا بها منذ قديم الزمان وإلى قيام الساعة، ليس لأنها الأجمل وليس لأنها الأرقى، ولكنها بالفعل تستحق كل التقدير والتبجيل والاحترام. فهي جميلة في كل شيء، حتى القبيح منها. لا تستطيع عيناك إلا أن تراه جميلا ومنسقا وفي قمة الروعة. الأسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، تثبت مكانها كقطعة من الماس الثمين على خريطة مصر. وبالرغم من التطوير المتكرر والمستديم، ليس في الأماكن وحسب، وإنما في أنماط شعبها المواكب للتطور بشكل متفاوت، ولا ينسى أصله أينما حيا، ولا يخرج أبدا عن الأصول، ويعيش بها في رسوخ مستديم. وتحمل كورنيشا كبيرا بعرضها شرقا وغربا ليعطيها شكلا أقرب إلى اللوحات العظماء فان جوخ وليوناردو دافنشي. حينما يرسمون مدينة جميلة، فيجب أن يكون الماء عنصرا أساسيا بها، سواء كان نهرا أو بحيرة. شط اسكندرية، وقد تغنت به العديد من المغنيات، وعلى رأسهن قيصارة الفن العربي فيروز. وما أجمل ما غنت بالنسبة لمستمعيها أغنية شط اسكندرية، وعلى رأسهم هارون، وهو يسمع تلك الأغنية في 6 صباحا من هاتف صغير ولكنه عالي الصوت، وقد أوصله بهاند فري، وسرق له كارت ميموري صغير قبل أن يذهب لإحدى مقاهي الإنترنت ويجلس على أحد الأجهزة. وقد بدا غريبا بضخامة جسده، وبجواره العديد من الشباب الصغار قصار القامة والهيئة، مقارنة مع تلك الدبابة البشرية المتنقلة، ليقوم بتحميل مجموعة من الأغاني والأدعية والتواشيح للشيخ ياسين التهامي وبعض من صور الذكر الحكيم. وأنهى ما أراد وخرج، وكأنه لا يرى الشاب نحيف القوام الذي يجلس على الجهاز الرئيسي لمتابعة باقي الأجهزة وتحصيل الأجر منهم مقابل جلوسهم على الإنترنت. ويبدو أن نظرة هارون أعادت حسابات ذلك الشاب بالكثير والكثير من الفحص والدرس، مع الأخذ في الاعتبار بعض العوارض المرضية والكسور في الأضلع وخلافه التي قد تلم به. أن حاول وطلب من هارون ثمن جلوسه بالإضافة لحساب ما تم تنزيله من أغاني وتوشيح. تذكر هارون كل ذلك وهو يجلس على رمل شاطئ البحر في منطقة الشاطبي بالإسكندرية، بعد أن أشار لأحد الحراس بيده الضخمة قائلا: بقول لك إيه يا صاحبي، أنا هقعد هنا شوية. كانت النبرة من حنجرته والنظرة من عيناه كفيلة بالتقاط الإجابة من الشاب على طبق من فضة مطلية بالذهب، وهو يبتسم ابتسامة خائفة وواضحة للعميان قبل العيان. من أن تأكله الأسماك بعد أن يشبعه هارون ضربا مبرحا، خاصة وإن الساعة هي 6:15 صباحا بتوقيت القاهرة، ولا يوجد الكثير من الناس على الكورنيش. حتى تلك الكافيهات المقابلة للكورنيش هادئة، وكأن من فيها نيام. جلس هارون يداعب رمل الشاطئ بيديه ويقذفه في الهواء، ويمسك بأي قوقعة صغيرة ويتأملها، ثم يرميها ليبحث عن أخرى، وهو يسمع أغنية شط اسكندرية، وقد قررها كثيرا إلى أن أتت. صباح الفل يا سيدي الكل. نظر إليها وهم أن يرد، ولكن لسانه للأسف قد خانه، فاكتفى بنظرة من عينيه خشت أن تكون حادة لتجرح مشاعرها. صباح الورد والفل وكل الزهور والورود اللي في الدنيا كلها، صح يا بدر ليه؟ لقيت نفسي زهقانة وقلت أنزل أتمشى على البحر شوية. إنما أنت بقى صاحي بدري ليه؟ أنا ما نمتش أصلا، أنا طول الليل في السايبر بنزل أغاني فيروز، خدي اسمعي.
وأعطاها أحد أطراف السماعة خاصته لترسم وأعطاها أحد أطراف السماعة خاصته لترتسم على وجهها ابتسامة لانسجامها مع الأغنية وترديدها بتناغم رقيق. ولم يمهلها هو وقتا طويلا إذ أمسك يدها ولم تمتنع، وبدأ يتراقصان على رمال الشاطئ في تناغم واضح لا يراه سوى البحر والسماء.